تخيل معايا عمارة وقع منها عمود، هنسيبها كده؟ أكيد لأ طبعا، لازم نعوض العمود الناقص. وسناننا برضو كده، لما بنفقد سن لازم نعوضه. طب تتخيل إننا نقدر نعمل زراعة كاملة للفكين وفي 24 ساعة بس؟ زراعة الأسنان ما بقتش دلوقتي اختيار. ركزوا معايا، لأن زراعة الأسنان واحدة من الحلول اللي بتغير حياة الإنسان 180 درجة. يلا بينا. إيه هي زراعة الأسنان؟ زراعة الأسنان عبارة عن جدر صناعي مصنوع غالباً من التيتانيوم، بنغرزه داخل عظم الفك وبعدين بنسيبه فترة زمنية ونرجع نعمل عليه التاج النهائي اللي بيبقى ظاهر داخل الفم. ببساطة زي الشجرة، بتبدأ ببذرة نحطها في التربة، تبدأ تتثبت وبعد كده تطلع لينا فروع وأغصان، وهي دي التيجان اللي بتبقى داخل الفم. لما بنفقد سنة أو ضرس الأمر ما بيبقاش بسيط، ده ليه آثار جانبية وحشة جدا، زي صعوبة في المضغ، مشاكل في الكلام أو النطق، شكل جمالي سيء، والأسوأ من كده إن عظم الفك بيبدأ يتآكل لأن وجود جدر السن بيحافظ على الشكل الخارجي للعظام. طيب نعمل إيه؟ إيه الحل المثالي لتعويض الأماكن المفقودة؟ أكيد طبعاً زراعة الأسنان. طيب ليه؟ لأن في زراعة الأسنان مش بنضطر نعمل برد للأسنان المجاورة زي التركيبات الثابتة. الأسنان اللي بتتعوض عن طريق الزراعة بتبقى ثابتة وقوية، مش بتتحرك زي التركيبات المتحركة. وأكيد لما بنحط الزرعة بنحافظ على شكل العظام اللي مش بتتأثر مع مرور الزمن. مين يقدر يعمل زراعة أسنان؟ أي حد عدى سنه 18 سنة يقدر يعمل زراعة أسنان، بس عايزين حبة شروط. لازم يكون في كمية عظام كافية لوضع الزراعات، ولازم تكون الصحة العامة مستقرة. أمراض القلب، أمراض السكر، مهم جدا إننا نظبط الأمراض دي قبل بداية زراعة الأسنان. كتير جدا بيسألوني يا دكتورة، هو مريض السكر يقدر يعمل زراعة أسنان؟ في الحقيقة بس بشروط. ايه هي الشروط؟ ان السكر بتاعنا يكون سكر منتظم. طب ولو انا سكري مش منتظم اعمل ايه يا دكتورة؟ لازم نلجأ للطبيب الخاص بيك يظبط السكر، وبعدين ترجع تجيلي تاني نعمل زراعة الأسنان. الأمر بيتوقف عند كده؟ لا، لازم نفضل محافظين على معدل السكر التراكمي جيد عشان ما يحصلش أي مضاعفات للزراعة في المستقبل. ركزوا معايا بقى، عشان دلوقتي هنبدأ نعرف بنمشي ازاي عشان نعمل زراعة أسنان آمنة. أول حاجة بنبدأ بالتشخيص الدقيق وعمل الأشعات اللازمة، أهمهم الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد. ليه؟ لأن الأشعة المقطعية بتديني فكرة كاملة عن العظم، كمية وكثافة، بقدر بيها أحدد إذا كان المريض ده ينفع نعمل له زراعة أسنان ولا لأ. وبعدين عندنا الحمد لله عظم كافي ونقدر نعمل زراعة أسنان. نبدأ خطوات الزراعة بتاعتنا اللي ما بتكونش مؤلمة أبداً، لأنها بتتم تحت تأثير مخدر موضعي. حتى الحقنة اللي انت خايف منها هنحط ليها مخدر موضعي قبل ما نبدأ عشان ما تحسش بأي حاجة. طب يا دكتورة بعد الزراعة هفضل أحس بألم؟ لأ برضو، بعد الزراعة بناخد بروتوكول دوائي من المضادات الحيوية ومسكنات الألم ومضادات التورم اللي بتخلي المريض ما يحسش بأي حاجة خالص. عملنا الزراعة الحمد لله، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستنى شوية، فترة من 3 ل 6 شهور، لحد ما يبدأ يحصل التئام عظمي حوالين الزرعة، وساعتها نقدر نبدأ تركيب الأسنان. يجي حد تاني ويقول لي يا دكتورة غادة،
لازم استنى 3 ل6 شهور عشان اعمل تركيب الاسنان؟ لا، في بعض الحالات المعينة، وركزوا معايا، حالات معينة بقدر فيها اعمل تحميل فوري للتركيبات على الزراعات. زراعة الاسنان في تطور مستمر. دلوقتي بقى عندنا حاجة اسمها زراعة فورية. يعني ايه زراعة فورية؟ زمان السن كان بيتخلع وكنا بنستنى لحد ما يحصل التئام عظمي عشان نقدر نحط الزرعة. دلوقتي بنقدر نخلع ونزرع في نفس الوقت، وده طبعا بيوفر لينا الوقت الزمني اللي احنا محتاجين نستناه لحد ما يحصل الالتئام. ايه تاني جديدنا في زراعة الأسنان؟ عندنا حالات تأهيل الفكين أولون 4 أولون 6، بنبدأ نعمل بيها تأهيل كامل لكل الأسنان من أول سن لآخر سن. عندنا كمان الدليل الجراحي اللي بنقدر نستخدمه عشان نعمل زراعة دقيقة جدا باستخدام الكمبيوتر. أكتر سؤال بيسألوه المرضى عن زراعة الأسنان: دكتورة غادة، هي زراعة الأسنان عليها ضمان؟ الأبحاث العلمية بتقول إن نسبة نجاح زراعة الأسنان أكتر من 95%. كمان زراعة الأسنان بتعيش معاك العمر، يعني معاك أسنان قوية ثابتة وضمان مدى الحياة. من أكتر الحاجات اللي بتضحكني في العيادة إن المريض بيبقى قاعد بقاله فترة زمنية طويلة جدا ما بيعوضش الأسنان لمجرد خوفه من ألم الزراعة. دلوقتي بنقدر نعمل تعويض للأسنان وبدون أي ألم. ومن الحاجات المضحكة جدا اللي تعرضنا ليها في العيادة، مريض كان خايف يعمل زراعة أسنان عشان ما يسافرش في المطار. طب تعالى أقولك بقى، نسبة معدن التيتانيوم اللي موجود في الزرعة صغير جدا، يعني أصلا بنسبة 99% مش هتصفر. طيب ولو صفرت يا سيدي ما تقلقش، هديك تقرير يثبت ان انت عامل زراعة أسنان. الخوف من الزراعة وأجهزة أمن المطار وهم كبير، ما تقلقش، ازرع وصفر وهديك التقرير. وهنعيد ونزيد، زي ما اهتمينا بصحة الأسنان الطبيعية لازم نهتم بصحة الأسنان محاول الزراعات. فرشة ومعجون مرتين في اليوم، خيط طبي بقدر المستطاع مرة واحدة يوميا، والزيارة الدورية لطبيب الأسنان دلوقتي أصبحت أساسية، على الأقل مرة كل 6 شهور لسنة. زراعة الأسنان مش رفاهية، دي استثمار في صحتك وثقتك في نفسك. ويا سلام يا سلام لما أسناننا تبقى تمام.